وضح أنور حارس منتخبنا اليمني الحارس المبدع قصته، ولماذا لم يشارك مع منتخبنا اليمني الأولمبي، ولماذا أقعدوه في دكة البدلاء. قصته نفس قصتي بشرحها لكم مختصرة في دقيقتين، ولكن الرجاء من كل يمني يسوي إعادة نشر، لأننا أريد أن نثبت لكم أن الاتحاد اليمني لكرة القدم فاشل فاشل فاشل. في عام 2011 قابلت وزير الشباب والرياضة، دلني عليها الأستاذ عبد السلام محمود عاطف، كان في وقتها وحين معمر الإرياني، ورحت له إلى نادي ضباط الشرطة، كان في حفل تخرج موجودين أكثر من 500 طالب. قال المعلق اليمني كلموني عنك أشتي تعلق، فعلقت قدامه على مباراة ريال مدريد وبرشلونة، أبهرته وأبهرت الجميع، فقال خلاص أنت تجي لعندي بكرة إلى وزارة الشباب والرياضة. جيت وكتب لي توصية وأمر توظيف إلى قنوات معين، فرحت. منو كان رئيس قناة معين والمالك الرسمي لقناة معين؟ رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم الشيخ أحمد العيسي. وكيف بوصل له؟ ببساطة رحت مع الشيخ عادل عطية، شيخ في السخنة هناك في الحديدة، رحنا وقابلنا الشيخ أحمد العيسي. الشيخ أحمد العيسي ايش قال؟ يروح لقناة معين، المدير هناك محمد الشومي. رحنا لعند المدير محمد الشومي، سمع صوتي وكذا وقال خلاص سجل لنا شريط CD، ما شاء الله تبارك الله الصوت رائع وكذا، بس عندنا 2 معلقين أو 3 معلقين، لكن بنخليك في دكة البدلاء إن شاء الله بإذن الله يجي نصيبك. فجلس في دكة البدلاء لمدة سنة مثل ما هو جالس الآن وضح أنور، رغم عنده الإمكانيات والكفاءة أنه يكون حارس منتخبنا اليمني. وأنا والله وليست مجاملة وما أزكيش نفسي، أنتم بتدخلوا بتشوفوا حسابي وبتسمعوا تعليقي إن أنا أفضل من المعلقين اللي كانوا في قنوات معين. يا رجال في معلق أمام الفضائيات وأمام الناس يقول الكرة في القصبة ولا الكرة خارج الأرض. أين خارج الأرض؟ خرجت خارج الكرة الأرضية وين سارت؟ على العموم يا طول العمر السلامة، أتمنى أن لا يحصل للحارس وضح أنور كما حصل لي من وقتها وحينها. بطلت التعليق، كنت أعلق لي بس إذا طلبوا مني الشباب أصحابي أصدقائي في مدارسي كذا. لما جيت السعودية واحد قال لي ضروري تسوي تيك توك، ضروري تسوي تيك توك، عندك الموهبة وإن شاء الله بإذن الله نشوفك في قنوات 8. وخلال 5 أشهر ما شاء الله تبارك الله الحمد لله 75,000 متابع بفضل من الله سبحانه وتعالى، وإخوتي اليمنيين والسعوديين وكل متابعيني من جميع أنحاء الوطن العربي. شكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله بإذن الله القادم أجمل لي وللمنتخبات اليمنية الوطنية إن شاء الله بإذن الله. وتشوفوا معلقكم اليمني هيمن عبد الله في قنوات 8 والBeIN سبورتس. الرجاء دخول في حسابي وتشوفوا تعليقي وتسمعوا صوتي وتشوفوا أدائي وانشروا المقطع وتابعوا معلقكم اليمني هيمن عبد الله. تحياتي للجميع.